تعالى اقول لك ازاي تخطب وانت في الجامعة وايه مميزات وعيوب حاجة زي كده. لو انت كشاب مستني انك تكون جاهز 100% عشان تاخد خطوة الخطوبة دي، فحب ابشرك انت كده مش هتخطب اصلا. انك تاخد الخطوة بدري دي حاجة مش هتضرك خالص، بالعكس بتكبروا مع بعض، بتتعلموا المسؤولية واحدة واحدة، وكمان بتقدروا توازنوا لان انت لسه بتدرس، فانت قادر انك توازن ما بين علاقتك وما بين شغلك عشان بعد كده. طب يا عبد الرحمن هنعمل كده ازاي؟ الإجابة السريعة والملخصة وبعد كده ممكن تقفل الفيديو وتمشي، وهو إنك تلاقي شغل. الشغل مش بس عشان الفلوس، ممكن أنت تكون من عيلة ميسورة وممكن إن هي تاخد لك خطوة الخطوبة، ولكن إن أنت بدأت شغل وانت في الدراسة، فده معناه ان انت شخص مسؤول، شخص راجل، شخص يعتمد عليه. عشان بعد كده بالك الموضوع مش سهل ومش بسيط بتاتا، الموضوع هيضغطك. فكرة وقت الفراغ دي انساها، ان انت تكون بتشتغل وقت الدراسة، انسى وقت فراغك. او انا عايز اوصيك شويه وصايا قبل ما تاخد خطوه زي دي. اول حاجه لازم يكون الشخص بيستاهل. ما ينفعش انك تعمل حاجه كده او تعمل خطوه جريئه زي دي انك تشتغل جنب دراستك. لو انت يعني معلش مصاحب واحده وانتوا كل شويه بتتكسكوا على بعض وشويه تسيبوا وشويه، لا انت لازم تكون الشخص ده فعلا هو الشخص المناسب، هو الشخص فعلا اللي انت هتبني عليه حياتك كلها وهتعمل خطوه جريئه زي دي. وانا بصراحه يعني كان معايا شخص يستاهل جدا، التعب اللي انا تعبته قليل قليل، قيمته قليله قدامه. فخد بالك الشخص لازم يكون بيستاهل. وبعدين انت بتبني نفسك وانت مبسوط. انت يعني تخيل كده في حد في حياتك وانت بتبني نفسك بيقول لك جود جوب، عاش، بيشجعك. اي خطوة بتتقدمها في حياتك في حد بيشجعك. انت مش متخيل كمية الفوائد والحاجات اللي هتطور من شخصيتك، وشخصيتك اللي هتتشقلب، ان انت هتكون شخص ناضج. بس انا بحكي تجربتي لان تجربتي فعلا تجربة حلوة، تجربة ممكن انت تستفيد بيها وتتبسط بيها. الموضوع يا جماعة، يا جماعة الشريك دي حاجة جميلة قوي، بالذات لو الشريك فعلا مناسب وشريك يستاهل وشريك فعلا شريك جميل. يعني يا جدعان مفيش حاجة اسمها وقت مناسب، في نية صادقة، وفي راجل عايز فعلا يعمل حاجة. وعلى فكرة الراجل لما بيبقى عايز يعمل بيعمل، والله العظيم، وخدوها كلمة. وربنا بيعين، ربنا بيعين اي حد بيكون هدفه او في نيته حاجة زي كده، انه يخطب ويتجوز ويكون اسرة. دي حاجة ربنا يعني حق عليه انه يعينك. فتخافش، ما تخافش، ولكن خليك دايما حاسبها، ما تبقاش اهوج. يعني ما تاخدش قرار بدون ما تكون حاسب له. تبقى عارف انك هتشتغل وهتلاقي شغل وضامن على الاقل يعني مصدر رزق حتى لو بسيط. بكره الدنيا هتتحسن شويه بشويه وهنكبر. الموضوع مفيش حد بيبقى جاهز 100% في الدنيا دي كلها، انت عمرك ما هتبقى جاهز 100%. فانت لازم تبدا حتى وانت مش جاهز، حتى مش في الخطوبه والجواز، في اي حاجه ابدا وانت مش